تخيلي معايا كده ان بشرتك عامله زي البيت، وكل سيرم من سيرامات ايفلاين هو المهندس اللي هيحللك مشكله معينه في البيت ده. Build things only you could build. يعني لو عندك مشكله تجاعيد يبقى محتاجه مهندس ريتينول، ولو عندك بقع يبقى مهندس الجلايكوليك هو اللي هيحللك المشكله. بس السؤال بقى ازاي تختاري المهندس الصح؟ فلازم الاول تعرفي ايه الفرق بين سيرامات ايفلاين سيرام شوت، الريتينول والجلايكوليك والمالتي بيبتايدز والكولاجين. سيرم الكولاجين ده للي عايزه ترطب بشرتها وفي نفس الوقت تمنع ظهور التجاعيد. السيرم فيه كمان هيالورونيك اسيد عشان يزود الترطيب، وفي حبيبات صغيره قوي من الذهب عيار 24، وده علشان تنور البشره. سيرم المالتي بيبتايدز ده بقى للي عايزه تشد بشرتها من غير ما تعمل فيلر. البيبتايدز دي مواد بتقوي البشره وبتقلل التجاعيد وبتزود الكولاجين الطبيعي اللي في البشره. والسيرم هيكون كويس جدا للبشره الجافه واللي ابتدت تظهر عليها علامات التقدم في السن. وكمان في سيرامايدز لاصلاح اي تلف في البشره. الجلايكوليك اسيد سيرم، وده للبشره الدهنيه، بيقشرها ويشيل الخلايا الميته والرؤوس السوداء، فبيخلي البشره منوره من غير بقع. وده هيكون كويس جدا للي بشرتها فيها اثار حبوب او بقع، لانه فيه كمان المانديليك اسيد. بس ده مختلف عن باقي انواع السيرامات لانه مش بيساب على البشره، لا ده بيتساب بس 5 دقايق وبعدين يتغسل. و3 مرات في الاسبوع هيكون كفايه جدا، بس مهم جدا معاه استخدام السانسكرين الصبح. الريتينول سيرم، وده بجد بطل في تجديد خلايا البشره لانه بيقشر البشره وبيزود انتاج الكولاجين، يعني هيديكي بشره مشدوده ومنوره كمان. والسيرم فيه كمان السكوالان عشان يقلل اي التهاب ممكن يحصل ويصلح حاجز البشره. بس طبعا استخدامه بيكون بالليل بس، وكمان مش كل يوم، يعني 3 مرات في الاسبوع هيكون كفايه جدا، وبعديه لازم مرطب. ومهم جدا جدا استخدام السانسكرين معاه. وكل السيرامات دي حجمهم واحد وهو 30 ملي، وهتلاقيهم على موقع الشركة نفسها، وأوقات كمان كتير جدا بيكون عليهم عروض. وهسيبلك في الديسكريبشن اللينك بتاع كل برودكت، وكمان هسيبلك كود هيديكي خصم زيادة. وكده يبقى كل سيرم من ايفلاين سيرم شوت ليه مهمة، بس الأهم إنك تعرفي تختاري السيرم المناسب لبشرتك، لأن هو اللي ممكن يحل كل مشاكل بشرتك وفي أسابيع بس. ولحد ما أشوفك الفيديو الجاي، خلي بالك من بشرتك.